السلام عليكم ومرحبا بكم مع شهوات نوفل. اليوم راح نقدم لكم طريقة تحضير بطبوط معمر. سنحتاج إلى 300 غرام من الدقيق الأبيض، 100 غرام من السميدة الرقيقة، ملعقة كبيرة من الزبدة مذوبة، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة صغيرة من الملح، والماء دافئ على حسب الخليط. نبدأ على بركة الله. أنا في إناء نضيف الدقيق والسميدة ثم الملح ثم الزبدة مذوبة. اللي ما يبغي الزبدة ما يستعملهاش. خميرة الخبز، ونجمع الخليط بالماء دافي بشويه بشويه. بعد ما خلطت العجين عجنته لمده 10 دقائق، ثم ضفت عليه بلاستيك غذائي ونخليه يرتاح لمده 15 دقيقه. للحشوه سنحتاج الى 200 غرام من اللحم مفروم، 4 ملعقات كبار من البقدونس، ملعقه صغيره من زنجبيل، كركم، ملح، فلفل احمر، ثوم مفروم وفلفل أسود. نحتاج كذلك إلى فلفل أحمر مقطع قطع صغار، بصل، فلفل أخضر، وأربع ملعقات كبار من زيت زيتون. عندي هنا مقلاة فوق النار نار متوسطة، نضيف زيت زيتون ثم نضيف البصل. عندي هنا بصل أحمر وبصل أبيض، ثم نضيف فلفل أخضر، فلفل أحمر، نتركهم يتشحروا لمدة 10 دقائق. والآن نضيف التوابل اللي خلطتهم مع بعضهم. ثوم مفروم، نخلط العناصر مع بعضها. ثم نضيف اللحم المفروم، وفي الأخير نضيف البقدونس ونطفي على النار. العجين ها هو ارتاح. رشيت شويه دقيق ابيض، نقسم العجين على 2. والآن نسرح العجين. بعد ما سرحت العجين بشكل دائري نقطع العجين بحال هذا الشكل هذا. بعد ما كملت نقطع العجين نتركه يرتاح لمدة 10 دقائق. في مقلاة فوق النار نضيف البطبوط يطيب. بعد ما طابوت يجيو بحال هكا، الآن بسكين نفتحهم غير شويه، ثم نضع فيهم الداخل في الحشوه. بحال هذا الشكل هذا. ممكن ديروهم كبار. الشكل النهائي البطبوط معمر هو هذا، تيجي زوين. نتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها، ولا تنسوا المشاركه في القناه شهوات نوفل. ونقول لكم مع السلامه الى وصفه جديده ان شاء الله.